بص، خلينا متفقين انك مش لازم تكون شاطر قوي تكنيكال عشان يجيلك دخل كبير من البرمجه. الفكره كلها انك مش بتبص لمجال البرمجه زي اي مجال تاني بينطبق عليه علوم وقواعد البيزنس. بص، ببساطه شديده انت لو صاحب شركه وجاي لك شخصين يقدموا على شغل، الاثنين ادوارهم محدده جدا. خلينا نقول على سبيل المثال انهم جايين يقدموا على رول ان هم يشتغلوا فرونت اند. واحد فيهم طالب سالري اعلى والتاني طالب سالري اقل، والاثنين هيكونوا بيقدموا نفس الجوده. فطبيعي وبديهي جدا هتختار الشخص اللي واقف عليك بتكلفه اقل. ثانيه واحده قبل ما تبدا تعترض وتحس ان الكلام مش منطقي ليك، لان في الفيديو ده هغير لك مفهومك لمفهوم هيخليك من اعلى الناس اجرا في مجال البرمجه. وعشان الفيديو يبقى واضح ليك ومباشر، هتتخيل طول الفيديو ان انت مكان الشخص اللي بياخد القرار. هنبدا رحله سريعه كده كاننا قاعدين في شركه ومطلوب مننا نختار ناس نشغلهم ومعانا بادجت كبيره للتوظيف. فتخيل معايا كده اننا قاعدين في شركه وجالنا شخصين لسهوله المثال نختار ما بينهم. واحد دخل عرف نفسه عادي جدا: انا عبد الرحمن فرونت اند ديفلوبر، ودي المشاريع اللي انا اشتغلت عليها، اشتغلت على كذا وكذا وكذا وكان دوري فيهم كذا. واللي فعليا طريقه مش وحشه خالص. بس على النقيض بقى جالك واحد تاني نفس مده الخبره تقريبا، بس دخل عرف نفسه كالاتي: انا عبد الرحمن فرونت اند ديفلوبر، وعملت ريسيرش كامل عن شركتكم وعرفت الريسنت بروجكتس اللي انتوا شغالين عليها، وانا انترستد جدا بالبروجكتس دي، فانا شايف ان انا اقدر اساعدكم بشغل الاساسي اللي هو الفرونت اند ديفلوبمنت. واسمع دي بقى، بدأ يعرض مقترحات تطوير للمشروع اللي هو عايز يشتغل عليه، وكمان بدأ يعرض مهاراته التانية اللي عن طريقها يقدر يعمل كولاب مع التيم. فبمنتهى البساطة انت لو بتختار ما بين الاتنين دول هتختار تاني شخص لانك حاسس بأريحية ناحيته وحاسس ان هو هيقدر يضيف للمكان اللي هو فيه. بس عارف برضو ايه المشكلة التانية اللي معظم الناس مش بتاخد بالها منها؟ الناس دايما في بداية الكارير بتاعهم بيدوروا على اكبر الشركات وخلاص، وده منطقي لان شركة كبيرة يعني استقرار اكتر، تعليم اكتر، وفلوس اكتر. بس احب اقول لك ان الكلام ده كله مش صح. ولو هنبدأ بنقطة الفلوس، فخليني اقول لك ان اي حد قادر انه يديلك الفلوس اللي انت طالبها او اللي انت محتاجها، طول ما انت قادر توصل له ان انت فعلا تستحقها. وما يبقاش الفكره بتاعتك انك داخل تشتغل في المكان ده ومبررك الوحيد للسالري اللي انت طلبته وهو ان ده المتوسط عندهم. لازم يبقى عندك مفهوم: انا هقدم لك واحد واثنين وثلاثه، واللي بدورهم هيحلوا ليك المشكله الفلانيه، والمشكله دي هتوفر عليك كذا، فقصاده هاخد كذا في المقابل. وصدق او لا تصدق، مش شركات البرمجه الوحيده اللي بتشغل مبرمجين. لازم توسع الافق بتاعك وتبدا تدور وتفكر في مجال البرمجه من ناحيه البيزنس. يعني مؤخرا انا بلاقي على فيسبوك وعلى جروبس كتير ناس بتسال او بتقول انهم مش لاقيين شغل في البرمجه، وغالبا هم نفس الناس اللي بتقول ان الاي اي هيبدل مبرمجين. فلو انت واحد من الناس دي الموضوع بسيط، مش لازم تبقى مبرمج، عادي خليك سوفت وير انجينير. ولو بتسال نفسك ايه الفرق، فالفرق كبير جدا ما بينهم، لان دور السوفت وير انجينير هو التطوير والابداع وحل المشاكل. فما تبقاش مجرد شخص بيكتب لغه برمجه او حتى يا سيدي لغات برمجه وخلاص. لازم تتعلم تفهم وتبص من منظور البيزنس ريكويرمنتس، وتبدا تتعلم ازاي تقدر تعمل ار ان دي او ريسيرش اند ديفلوبمنت للمشروع اللي انت شغال عليه، وازاي تكون شخص بتقدم وبتوفر للمكان اللي انت شغال فيه. وما تبقاش دماغك ضيقه وتقول ما هو على قد فلوسهم وخلاص. انا في قصه من القصص اللي شفتها حصلت قدام عيني لشخص قرر انه يستثمر في ستارت اب ويبدا يطور لهم فكره بروجكت كامل، بس عشان كان عامل عنهم ديب ريسيرش وشاف مدى احتياجهم للمشروع ده، وعرض عليهم انه يبدا الشغل معاهم على المشروع ده من غير اي فلوس، ولو المشروع نجح وهم استخدموه واستنفعوا منه يعملوا ديل جديد. وبسبب الحركه دي بقى ليه نسبه او شيرز في الشركه دي، وبقى بيجي له باسيف انكم كل شهر من غير ما يكون محتاج انه يشتغل اساسا. وعامه لو حابب تعرف اكتر عن ازاي تقدر تستثمر مع عميل او ستارت اب، او ازاي اصلا تبقى عارف هل العميل ده يستاهل انك تستثمر في نفسك معاه ولا لا، فده هيكون الموضوع بتاع الفيديو الجاي، وهتعمق فيه بالتفصيل عن ازاي تقدر تدور على البوتنشال او الفرص الكويسه لجوه الماركت، وازاي بكل سهوله تقدر تعرف العميل الكويس من العميل اللي جاي يضيع لك وقتك. سلام.